مرحبا. هسه راح أعمل كيك الإسفنجي. هسه راح أخلي 4 بيضات معانا. أول مرة 4 بيضات أخلي، وبعدين أخلطه. هاي بيضتين، هاي 3، هاي 4. راح أخلطه مليح حتى كله يتخلط هالشكل، كله يتخلط. وبعدين راح أخلي قلاص الشكر. هسه أجيب قلاص الشكر، بس ما قلاص مليان، قلاص هذا مال الماي، البلول. هذا هو الشكر، قلاص إلا شوية. هم راح أخلطه على الماي، مو على الشكر كله مع البيض. راح أضيف المواد الباقي. هذا الحليب، حليب بودرة، حليب اليابس، 3 معالق 4 أخلي. هم راح أخلطه، ما خليته ماي، أبد ما خليته ماي. هذا بعد البيض والشكر بس. وهذا نص قلاص زيت، بدال الماي نص قلاص زيت خليته، أي ماي ما خليته. هسه هالشكل راح يصير كيك الاسفنجي. درت الزيت زي ما أنا. وهسه راح أخلي المطعمات والفانيلا، فانيلا مال كيك اليابس بالظروفي هذا. وبعدين راح أخلي مطعمات. هذا ظرف خليته. أول مرة أخلي الفانيلا مال ظرف، وبعدين أخير شي أخلي الباودر. وخليت رشة ملح زيت على مود اسمه ما يصير بلا ملح، لازم رشة وحدة، يعني براس المعلقة مال شاي. بس ما كنت طلع بالكاميرا، ما أعرف ليش، بس خليته شوية رشة. هذا مطعم مال شوكولات. عم طيب الكيك. النقطة أخلي، شوفوا هذا النقطة خليته. وفانيلا هم سايلة خلي نقطة وحدة. هم المطعم ولا ما يحتاج، يعني ما ضروري إلا. بس أنا من عندي خليته نكهة الشوكولات والفانيلا ساية من كل واحد نقطة. لا تكثرون بالمطعم مال الشوكولات والفانيلا، على مود اسمه الطعم يتغير إذا زيت واحد يخلي، راح يصير مر. وهذا اللي اسمه الباودر خليته. هم راح ورا هذا الباودر أخلطه مليح. بعدين راح أخلي الطحين، طحين زيت خلون على القدر، يعني ما بيها قياسات الطحين. طحين الشكل ما بيها قياسات، بس خليت لكم قلاص إلا شوية حتى تعرفون بلا قياس الشكل. هذا الطحين بلا قياس خليته، بس تشوفون العجين مالتكم على القدر، لا ثخين ولا خفيف، على مود حتى يصير اسفنجي. وإذا تريدون تخلون جوز نرجيلة زي هم يصير، بس أنا هالمرة ما خليت جوز نرجيلة. هذا القوام مال اسمه الطحين. وهم إذا يحتاج شوية أم راح أخليه. هذا خليته اسمه شويتله خل فانيلا، فانيلا مال كيك هذا بالظرف. خليته نص له قلته حتى لا يطلع قليل. هم بعد خليته طحين على القدر، كان خفيف شوية. رجعته مرتله خليته شويتله.
هو بلا قياس الطحينة ما قلت لكم. وهذا القالب مال الكيك فافون، خليته شوية زيت وهكذا كله أدهنه صفحاته الأسفل، وحتى لا العجين يلزق بينه، من يستوي حتى الكيك لا يلزق بينه، بلا طحين وبلا طحينية بلا كل شيء. أنا ما خليت لا طحين ولا زيت، يعني هذا طحينية. أكو يخلون طحيني، أكو يخلون هذا طحين، بس أنا ما خليته كل شيء بس زيت، وما نلزق أبد. بس حيفاته شوية خليته سكينة وصار، يعني قبل فرحتونا. هذا اللي اسمه العجين مالتي، إذا هالشكل القوام ماله مال العجين يطلع اسفنجي، والفرن معلوق على الوسط، ما يصير لا حار ولا بارد، على الوسط. وبعدين اسمه خليته بالفرن ظل شوية ونصيتونه. هذا شكله. هذا هو شكله. وهسه راح أقطعه، نشوفوا بطنه بداخله شلون يطلع، وراح تشوفونه بداخله. شوفوا شلون مستوي، كله نفس الشيء واسفنجي دحو. شوفوا قد ناعس واسفنجي، شوفوا كله مستوي، ما بينه أي عجين. شوفوا كله نفس الشيء. هسه راح نقصه شوية حتى تشوفونه. وإذا شفتوا ما اسمه وش صار أول مرة، نص يعني طفونه من فوق وتخلون بس أسفل. هذا هو شكله. شوفوا. ولا تنسون